موعد وتوقيت مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني القادمة في الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوز النادي الأهلي على وادي دجلة ب3 أهداف مقابل هدف في الجولة ال16 من الدوري المصري. وسيلتقي النادي الأهلي مع يانج أفريكانز في منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل 31 يناير في 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وقطر 5 بتوقيت الإمارات في تنزانيا. وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت القطرية. ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، يليه فريق يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم الجيش الملكي وشبيبة القبائل في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل فريق. وسيلتقي النادي الأهلي بعد مباراة يانج أفريكانز القادمة مع البنك الأهلي في منافسات الجولة ال17 من الدوري المصري يوم الثلاثاء 3 فبراير. وسيواجه النادي الأهلي فريق شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة لدور المجموعات يوم السبت 7 من شهر فبراير المقبل في الجزائر. وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على فريق يانج أفريكانز بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة لدور المجموعات في المباراة التي أقيمت في القاهرة. ويسعى النادي الأهلي للفوز في المباراة القادمة وحصد ال3 نقاط لضمان التأهل للدور ربع النهائي مبكرا ولتعزيز صدارته لترتيب المجموعة، وذلك في مشوار الفريق في المنافسة على اللقب.